مين معايا؟ بيقول لي أي مما يأتي يعبر بشكل صحيح عن الرياح بين منطقتين والضغط الجوي بينهما. خلاص؟ طيب احنا عارفين من المنهج بتاعنا في الجزء ده كده إن أنا لو عندي هنا منطقتين الاتنين الرياح بينهم لو هم على نفس المستوى، لو الضغط الجوي على نفس المستوى، يعني الضغط هنا 15 والضغط هنا 15، يبقى الرياح ما بينهم هتبقى ايه؟ الرياح هتبقى هادية. انما لو الضغط هنا مثلا 30 وهنا 10، يبقى الضغط الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم كبير، فاصبح الرياح هتبقى ايه؟ الرياح هتبقى سريعة. مثال على ذلك، لو انا جبت مثلا ولد مثلا طوله قد كده وولد طوله قد كده، الاثنين مع بعض قلت لهم ادخلوا خناقة، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى الخناقة فيها اضرار هادية، لان الاثنين محدش هيقدر يضرب الثاني، والثاني لو ضربه هتردها له وهكذا. انما لو جبت واحد قد كده يضرب عيل صغير، ايه اللي هيحصل؟ هيمسكوا يضربوا، وطبعا هيفتري فيه بقى، انتوا عارفين. فاصبح ده المثال بتاعي اهو، 30 ضغط جوي و10 الفرق ما بينهم كبير، يبقى الرياح اللي بيحصل لها الرياح برضه بتبقى رياح كبيره. فيبقى سرعه الرياح تبقى كبيره كلما كان فرق الضغط الجوي بين المنطقتين صغير. لا غلط، يبقى الاجابه دي غلط.